السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جاي لكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، وتعالوا قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل كفته، نعملها بطريقه حلوه جدا زي بتاعه بره بالظبط. تعالوا بس كده نشوف المقادير بتاعتنا النهارده ايه. احنا ما عندناش غير بصلايه كبيره على نص كيلو لحمه مفرومه، وكيس خلطه الكفته وفلفل اسود، بس كده. فاول حاجه هنعملها ان احنا مسكنا البصلايه كده وضربناها في الكبه، فرمناها كويس واديت لها سنه ميه بسيطه. عشان انا عايزاها تتفرم معايا جامد جدا، مش عايزاها تبقى باينه كده في اللحمه، انا عايزاها تبقى معجونه كده جوه اللحمه. فحطيت لها عشان كده سنه ميه بسيطه. ضربت بقى البصله كويس جدا في الكبه، وبعد كده هنا زي ما انتم شايفين كده، شايفين اتفرمت ازاي. وطبعا كنت محضره المهم بقى هنا كنت فرمت خلاص البصل. فرمته كويس جدا زي ما انتم شايفين، وبدات كده ان انا اعصر منه الميه، يعني انا عايزه تفل البصل بس، مش محتاجه الميه. وزي ما انتم شايفين كده هو بعصر بايدي، يعني مش محتاجه ان انا اي حاجه، هو يعني بنشف كده البصل من الميه عشان انا عايزه التفل بس. المهم بقى هنا كنت خلاص شلت الميه على جنب عشان هنبقى نصبع بيها في حاله ان احنا محتاجينها يعني. المهم بقى بصوا، يعني حطيت بقى كده الميه بتاعت البصل في طبق صغير عشان خاطر ابقى اصبع بيها، او ان انا اروح ماسحه بفرشه كده وهي في الفرن بالميه بتاعت البصل دي. المهم بقى هنا رحت جايبه البصل اللي انا فرمتها وحطيت عليها نص كيلو. هنا بقى رحت حطيت البصل المفروم وحطيت عليه نص كيلو لحمه مفرومه، وحطيت خلطه الكفته. وعايزه اقول لكم بقى ان كان عندي كده خلطه مشاوي، رحت حاطه منها شويه صغيرين. المهم وحطيت سنه فلفل اسود بس كده، ولا هحط ملح ولا اي توابل تاني، عشان خاطر اصلا الخلطه دي بتكون متملحه وفيها كل التوابل اللي انت هتحتاجيها. وبتدي برضو ريحه الكفته، ريحه الشوي وريحه الكفته بتاعت بره. المهم بقى رحت انا قلبت كويس اللحمه المفرومه مع كل الخلطه دي. زي ما انتم شايفين انا مكونين بس هي البصله وخلطه الكفته وسنه فلفل اسود اضافيه، بس كده. المهم بدات ان انا اعجن في اللحمه المفرومه كويس لغايه ما ما تتعجن معايا كويس في اللحمه. وبعد كده رحت مزوده تاني سنه خلطه، يعني زي ما قلت لكم، وحطيت خلطه الكفته دي وحطيت سنه خلطه مشاوي. المهم بقى قلبت كل العجينه بتاعتي اللي هي بتاعت اللحمه دي مع بعضها، وجبت بقى صينيه دهنتها سنه زيت بسيطه كده عشان يعني لو اللحمه ما فيهاش دهون كتير. وبدات كده ان انا اصبع. عايزه اقول لكم ان انا كنت الاول هصبع على معلقه او على اي حاجه، وبعدين رحت قلت بقى خلاص انا مش مستاهله بالنسبه لي، فرحت بدات كده ان انا اصبع على ايدي. عايزه اقول لكم بقى ان في حاجه انا نسيت احطها بس بتبقى حلوه جدا. لو حطيتي سنه بيكنج باودر، يعني نص معلقه صغيره بتاعه الشاي، او كربوناتو، بتدي الكفته كده هشاشه وبتبقى هشه وحلوه كده من جوه ومفرغه. بس لو ما حطيتيش مش هتضر، هتشوفي برضو الكفته معايا عامله ازاي بعد ما تخلص، يعني بعد ما اخلصها يعني وكده. زي ما انتم شايفين بصوا، يعني النص كيلو هيرمي لنا ما شاء الله كميه حلوه جدا. يعني ممكن يكفي 3 افراد 4 افراد، على حسب يعني ما اللي بياكل على حسب الكميه اللي بياكلها. بس اللي انا اقصد اقوله ان النص كيلو بيرمي كميه كويسه، مع البصلايه الكبيره هتبقى حلوه. المهم بقى بدات ان انا اصبع كده، ولا مسن ولا معلقه ولا اي حاجه، صبعت على ايديا. المهم بقى هخلص كل الكميه معاكم. بصوا ما خدتش معايا وقت، انا صبعت كده وانا واقفه معاكم، يعني ما فصلتش ولا حاجه. هخلص بقى كل الكميه، شايفين اهو ما شاء الله. طبعا تقدري تقدميها مع رز ابيض، تقدري تقدميها مع رز بشعريه، تقدري تقدميها مع كفته، مع رز بسمتي، مع مكرونه، يعني مع حاجات كتير جدا الكفته بتليق، او مع عيش وسلطه وطحينه. يعني اي طريقه، وكل واحد بيحب بطريقه معينه تمشي. انا النهارده مش هعمل مكرونه. انا قلت هعمل رز بسمتي. فزي ما انتم شايفين خلصت تصبيع الكفته كلها ودخلتها التلاجة ترتاح شويه، وبعد كده رحت دخلتها في الفرن على طول. هنا بقى رحت جايبه الحله عشان هعمل زي ما قلت لكم رز بسمتي. فجبت زيت وحطيت فيه الخلطه بتاعه الكبسه، وحطيت ورق لوري وقرنفل وفلفل اسود اعواد وسنه وواحده قرفه عود اللي هي الخشب دي.
وبدات كده ان انا اشوح كل التوابل دي. زي ما قلت لكم، لما بتشوحيها كده الاول بتدي طعم وريحه حلوه جدا للرز. وبعد كده رحت جايبه الرز ونزلت بيه على الايه التوابل اللي اتشوحت دي في الزيت، بتدي طعم حلو جدا. عايزه اقول لكم بقى ان الرز البسمتي من الحاجات اللي انا بعشقها، وبحب اجيب الخلطه بتاعتها مظبوطه عشان يطلع طعمها زي بتاع بره. المهم شوحت كده الرز، وبعد كده بدات ان انا اضيف الميه. وطبعا عارفين ان احنا الرز البسمتي بيحتاج ميه ضعف الرز العادي، يعني كل كوبايه رز بسمتي بتحتاج كوبايتين من الميه. انا كنت جايبه ربع كيلو، فايه حطيته على قد ايه، وطبعا انا عارفه يعني الكميه بعناية، فزودت الميه شويه عشان ايه ما تبقاش ناشف معايا، حبايه ناشفه وكده. هنا بقى كان زي ما انتوا شايفين كده الرز استوى معايا وبقى زي الفل ما شاء الله. بصوا يعني مستوي ومش ناشف، والحبايه بتاعته طريه. وبدات بقى ان انا كده ايه انقي الحاجات التوابل الموجوده عشان خاطر ايه ما تضايقش اللي بياكل. غرفت بقى كده طبقين الرز على قدنا، يعني انا بعمل كميه على قد اليوم عشان خاطر احنا كل يوم بنعمل اكل، فايه يعني الاكل ما يترميش وكده. وعايزه اقول لكم والله اتبقى رز. المهم بقى ايه هنا غرفت الرز على الطبقين، وزي ما قلت لكم ايه حاولت ان انا اشيل كده التوابل عشان ما القرنفل الحاجات دي عشان ما تجيش على ضرس حد وتضايقه. وبعد كده هنا بدات كده ان انا ايه كنت طلعت الكفته، وبدات كده ان انا ايه اغرفها في الطبق. هنا بقى كنت غرفتها خلاص. شايفين ما شاء الله الكفته عامله ازاي، ما كشتش قوي يعني بسيط جدا. الكميه بتاعتها حلوه قوي، تكفي فردين تكفي 3 على حسب اللي بياكلوا. وكمان عملت كده طبق طحينه يتاكل يعني بالعيش وكده. وبعد كده عملت لها جارنش كده بايه بسنه بقدونس او خضره، تديها برده شكل ونكهه حلوه جدا. بس كده زي ما انتم شايفين اهو الغدا بتاعنا النهارده قد ايه سهل وبسيط. شايفين بقى الكفته عن قريب شكلها عامل ازاي، ما شاء الله حلوه جدا جدا جدا. طعمها زي بتاع بره، طعم وريحه الشوي موجوده فيها. وادي بقى الطحينه اهو والرز. وبس كده. وده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.